كارثة العصر، الموبايل، التابلت، التلفزيون، الضوء الأزرق مش هيخلوا ابنك ينام طول الليل. مهم جدا ان الطفل يدخل في دورة نوم عميقة اثناء فترة الليل. كملي معايا للاخر، هساعدك تعرفي ازاي ده يحصل، ايه اللي محتاجين نعمله وايه اللي لازم نبعد عنه. الاكل الصحي والتغذية السليمة جزء اساسي لنوم سهل ومريح للاطفال. حاجات زي الموز الغني جدا بالمغنيسيوم والبوتاسيوم بيساعد على ارتخاء العضلات. منتجات الألبان، كوباية اللبن الدافي قبل النوم مهمة جدا علشان إفراز التريبتوفان اللي بيساعد على إفراز الميلاتونين اللي هو هرمون النوم. الزبادي والجبنة من مصدر حيواني غنيين جدا بالكالسيوم وبيساعدوا على إفراز الميلاتونين. هو احنا كده عملنا اللي علينا؟ في حاجات لازم نتجنبها قبل النوم. كارثة العصر، الموبايل، التابلت، التلفزيون، الضوء الأزرق مش هيخلوا ابنك ينام طول الليل. السكر والحلويات بيدوا نشاط رهيب جدا للطفل، ده عكس اللي احنا محتاجينه في الوقت ده خالص. المشروبات الغازية مش بس فترة بالليل، ده على مدار اليوم وعشان كمان فيها نسبة كافيين. بلاش وجبات دسمة بالليل، هتصحي الواد الصبح للمدرسة مش هيصحى معاكي. كل ده هيخلي طفلك ينمو بشكل صحي وسليم. خلي النصايح ديت بداية جديدة لطفلك، بداية فيها راحة وهدوء تعوض كل الأيام اللي فاتت. ابعتي الفيديو ده لكل أم بتعاني عشان ابنها ينام ويرتاح. وما تنسوش تتابعوني دايما مع دكتور أحمد غنيم، معلومة جديدة ومفيدة.